السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ نوارة. ترجم الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم السفة المغربية بطريقة سهلة وناجحة 100% للمبتدئات. مكونين اللي غيخليو المذاق ديالها رائع ومميز. دوزو نشوفوا الطريقة والمقادير ديال السفة. كناخد الكسعة كنضيف فيها واحد نص كيلو ديال الشعريه اللي كتكون من نوعيه جيده. كنضيف واحد 4 المعالق كبار ديال زيت المائده وواحد الرشه ديال الملح. كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كتنسجم ليا ديك المكونات، كتلبس ليا ديك الزيت الشعريه كامله. من بعد نجيب الكسكاس وكنضيف فيه الشعريه. في هاد الاثناء الماء كيغلي في البرمه. كنضيف واحد 2 عواد ديال القرفه. من بعد ما طلعت لي الشعريه ديك الطلعه الاولى، دابا غنصبها في داك الماء اللي طلعت فيه، هو سخون كما كتشوفوا. دابا غنصبها وغنبدا نخلطها شويه حتى كتفتح ليا في داك الماء طايب. غنخليها غير تطلع ديك بحال تبغي تطلع ديك الغليه، وغنطفي البوطه كما كتشوفوا. غنبدا نحرك فيها تقريبا واحد 5 دقائق صافي. دابا غندوز باش غنصفيها من داك الماء طايب. كناخد الكسكاس اللي طيبت فيه الشعريه وكنديرو فوق واحد الجيره كبيره ولا زلافه اللي غتكون مهزوزه شويه على الكسكاس. كنصب داك الخليط ديال الشعريه كما كتشوفوا وهي باقا سخونه مباشره. كنضيف عليها الماء بارد باش هذيك الصفه ما تعجنش ليا، تبقى مفرزه. كنصب الماء وكنحيد داك الماء اللي كاين لتحت، ما كنخليهش، كنحيدو باش الشعريه تقطر ليا مزيان. في هاد الاثناء غنخلي الشعريه كما كتشوفوا الشكل ديالها كتجي مفرزه، ما كتجيش معجنه. غندوز باش نحضر واحد المكون اللي غيزيدها واحد المذاق رائع وزوين. كما كتشوفوا الشعريه كتجي مفرزه مزيان. كنخليها دابا على جنب وندوزو باش نديرو داك المكون اللي قلت لكم. بالنسبه للخليط باش غنزينو، عندي هنا كاوكاو واحد 5 دراهم كنجيبوها من عند القلاي او مول الزريعه اللي كيبيع الزريعه. وعندي واحد ساشي ديال نيدو او واحد 4 المعالق ديال نيدو. كناخذ الكاوكاو كنديه كنطحنو وكنجيب النيدو كما كتشوفوا. كنضيف عليه الحليب شويه بشويه باش ما يجينيش خفيف بزاف. انا غرضي بهذا الخليط يكون ثقيل صراحه، كيعطي واحد المذاق رائع للشعريه. كنضيف غير شويه بشويه وانا كنخلط كما كتلاحظوا. غنبدا نخلط مزيان ومن بعد تكون عندي الزبده اللي ذوبتها وغنضيفها على هذا الخليط. نزيد شويه ديال الحليب بلي الخليط ثقيل بزاف. الخليط ديال الشعريه من بعد ما قطر ليا مزيان، خديت الكسكاس ودرت فيه شويه ديال الزبيب ودرت ديك الشعريه صافي درتهم على البوطه حتى طلعوا ليا. دابا باش غنقدمها كندوز باش من بعد ما طلعت غنضيفها في الكسكاس صافي. كنصب الشعريه في الكسكاس كما كتشوفوا. هنا كنستعمل المعلقه باش لان الشعريه كما كتشوفوا راها سخونه بزاف. كنعاون بمعلقه ولا بفرشيط اللي عندكم اولا اللي قدامكم صافي. كنبدا نخلط هاد الشعريه حتى كتبرد مزيان. ومن بعد كنجيب داك الخليط اللي متكون من الحليب نيدو والحليب القليل ديال الحليب والزبده وكنضيفهم على الخليط. بالنسبه للكاوكاو من الاحسن نجيبوا الكاوكاو اللي كيتباع عند مول الزريعه، كيعطيه واحد المذاق رائع، ماشي الكاوكاو اللي نحمرو في الدار. صافي كنضيف الخليط ديال الحليب وكنبدا نخلط
كنستمر انا هكذايا والكاوكاو كنخلطو مع الشعريه باش كيعطينا واحد المذاق زوين. وغندوزو ان شاء الله باش نشوفوا التقديم النهائي ديال الشعريه. بالنسبه للتقديم غيكون انا قدمتها بتقديم تقليدي كما كتشوفوا. درت الصفه ودرت في الجوانب القرفه وشويه ديال السكر كلاصي من الفوق. كيبقى التزيين حسب الرغبه او حسب المتوفر عند اي شخص. المهم عندي هو طريقه ديال الصفه انا كنوضع سكر كلاصي من الفوق. كما شفتوا السكر انا ما درتوش، يعني اغلبيه ديال الناس ما كيبغوش يديروا السكر في الصفا ولا ما كيبغوش ياكلوا الحلاوه بزاف، يعني درت غير شويه الفوق. وانتم لكم الاختيار، تقدروا ديروا السكر كلاصي من الداخل اولا كتحطوه في طبيصيلات في التقديم بالصحه والراحه.